نحن الآن في مخيم البرج الشمالي، حيث لا تتوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين عند حدود الحياة، بل تمتد حتى بعد الموت. هذه المقبرة امتلأت، ومع كل حالة وفاة جديدة تواجه العائلات سؤالا مؤلما: أين ندفن أحباءنا؟ ورغم تأمين أرض جديدة لتكون مقبرة بديلة، إلا أن العمل فيها متوقف بسبب غياب التمويل اللازم لتجهيزها. نحن في المخيم برج الشمالي يعني حسب الإحصائيات اللي بتعد عدد سكان مخيمنا 22,000 نسمة. المقبرة القديمة موجودة عندنا، ولكنها للأسف يعني ما في مجال، ما في فراغ، ما في أي شيء غير تسوية بسيطة أخذناها بعد دراسات وإحضار مهندسين ومساحين، وهي التسوية طلعت من ضمن إطار الأرض الموجودة. هذه الأرض مساحتها ما يقارب 6000 متر، هي موجودة على طرف المخيم، لكن هذه الأرض بدها شغل. اللاجئين الفلسطينيين اليوم داخل المخيمات يحاصرون او محاصرين على المستوى الاقتصادي من حيث حق العمل. يعني هناك اللاجئين الفلسطينيين معظم او 80% من اللاجئين الفلسطينيين يعملون في الفاعل، وهذا يكبد عليهم مصاريف كبير جدا، خاصه اليوم في خضم غياب دور الأنروا، فمما يشكل صعوبه على اللاجئين الفلسطينيين حتى في ايجاد قبر لموتاهم او شراء قبر لموتاهم في ظل هذا الغلاء. المقبرة بدها الجديدة بدها جرف شجر، موجود فيها شجر. تعاوننا مع بلدية البرج الشمالي مشكورين، وتعهدوا انه هن يعملوا على جرف الارض وازالة الشجر من داخل الارض. باقي عندنا المستلزمات الموجودة، هي مظلة قائمة لتقبل التعازي، غرفة مع نوافعها لتأمين مستلزمات المقبرة وتأمين شب الحارس اللي حيكون موجود على المقبرة، بوابة رئيسية، حائط إذا ما تم شراء الأرض الثاني سيكون هناك حائط قائم بارتفاع 5 أمتار أو 4 أمتار بيننا وبين الأرض الثانية المجاورة. هذه رسالتنا لأهلنا برا، أنه بكل بساطة يمكن إذا الحمل توزع على الجميع، قالوا في مثل شعبي بيقول الحمل إذا توزع على الجميع بصير ريش، بصير خفيف. يعني القليل بالقليل فينا نبني والى اخره. انا بتمنى لاهلنا بدول الاغتراب ان يكونوا من المنافسين بتقديم يد العون لاهلهم بالمخيم.